صباح الخير، وحشتوني قوي قوي. النهارده ريفيو عن مكان جوه مصر، بس هو الحقيقه تحس انك بره مصر. المكان مليان خضره ومليان شمس زرع واماكن جميله قوي، واسع جدا، وفي كل الانشطه اللي تقدروا تعملوها في يوم. تقدروا تباتوا كمان في المكان ده، تقدروا تروحوا يوم تقضوه زي ما انا عملت. انا طبعا مش بعمل ريفيو على اي حاجه غير لما اجربها بنفسي انا وولادي. والنهارده الريفيو عن فندق الماسة في مدينة نصر. زمان كانت تروحي بس البيسين والحاجات اللي تحت، دلوقتي كمان عاملين مطاعم فوق. كل الانواع المطاعم، مطاعم شرقية، مطاعم لبنانية، وفي كافيهات كمان بتكون تفطري وتاخدي كوفي بتاعتك على احلى فيو. هوريه لكم دلوقتي، تابعوا معايا الفيديو. فاول ما بتدخلي لو عايزه تطلعي فوق الكيدز اريا او المطاعم والكافيهات اللي فوق، بتركبوا الجولف كار اللي هي في الفيديو دي. بيكون في كذا عربية مخصصة تطلعكم لفوق عشان تتفرجوا على الفيو وتستمتعوا بالخضرة زي ما انتوا شايفين، وبالمطاعم وبالكيدز اريا اللي فوق. ومن ما بتخلصوا المكان اللي انتوا كنتوا قاعدين فيه، بيطلب لكم العربية دي بتيجوا تنزلكم لحد تحت تاني عشان تكملوا يومكم. اتفرجوا الفيديو للاخر، شوفوا عملنا ايه، وهحكي لكم كل حاجة بالتفصيل عملناها، ويا رب يعجبكم. وصلنا كده لأول حاجة ابتدينا بيها اليوم، وهي طبعا الكيدز اريا للولاد، كانوا عايزين يجربوها. ودي مكانها فوق زي ما انا قلت لكم. ومش بيدفع ليها اي فيز او حاجة، هي اوبن كيدز اريا زي ما هتشوفوا، بيلعبوا وبيتبسطوا ومش بتدفعوا اي حاجة فيها. وده اول مطعم بتقابلوه فوق، وزي ما انتوا شايفين ده مطعم الاكل الشرقي، والعيش بيتعمل فريش قصادكم. يجنن بجد، وريحته كانت حلوه قوي. المكان كمان امان، فانا سبتهم يلعبوا واتمشيت شويه بقى استكشف المكان كده واشوف المناظر واشوف الفيو من فوق شكله ايه. اتفرجوا معايا بقى على حلاوه الشجر والزرع والاهتمام الرهيب بالزرع عندهم، بجد مريح
لو عايزين تعملوا اي فوتو سيشن او بتحبوا التصوير زيي، عايزين تتصوروا انتوا وولادكوا او عندكوا اي مناسبة صغيرة، مش هيكون في احلى من المكان ده بصراحة للتصوير. الولاد بقى بتسيبوهم يجروا وينطلقوا ويلعبوا ويخرجوا كل طاقتهم. طبعا دلوقتي احنا اجازة، فده انسب وقت اللي انتوا تروحوا الوقت ده. وده اول كافيه قعدنا فيه، قعدة هادية وشربنا حاجة سخنة، وده مشروبي المفضل. وبعدين حجزنا السينما الفترة الصباحية، عندهم مواعيد الساعة 1 وساعة 3 العصر، ودخلنا فيلم رامز جلال الجديد. السينما كانت نظيفة قوي ومش مليانة وهادية، عشان كده انا بحب الفترات الصباحية، بحب ادخل اتفرج على الفيلم في هدوء وفي ايدي الفشار واستمتع بالفيلم. الفيلم كان ظريف قوي. يا نهار اسود، ده محتاج مترجم. يا استاذ النزلاء بيشتكوا من المزيكا ومن الصوت العالي. حضرتك دول هيقعدوا يفتروا مسنين، انا جايب بصل. ودي كانت استراحة السينما برا، نظيفة قوي ومهتمين بيها بصراحة وبنظافتها. وبعد ما خلصنا السينما رحنا قعدنا على البيسين شوية نشرب حاجة. في بيسين أطفال زي ما انتم شايفين، وبيسين الكبار لو الجو كان حلو شوية كنا نزلنا البيسين. وكمان الشاليهات اللي انتم شايفينها دي بتطل على البيسين على طول، بتتأجر مع إدارة الأوتيل. وبعدين دخلنا البولينج نلعب، وكانت معركة حامية جدا بيني وبين جوزي، ويا ترى مين اللي كسب. طبعا انا اللي كسبت يا جماعه. وبعد ما خلصنا جوعنا قوي بقى، فطلعنا نتغدى.
اخترنا مطعم مرجانة على الفيو التحفة اللي انتوا شايفينه ده، وده الاكل اللي طلبناه. الاسعار حلوة قوي وعندهم كل انواع السي فود اللي انتوا حابينها. الاكل كان فريش، مفيش قيمة الضريبة المضافة، فالاسعار كانت ظريفة جدا. المطعم حلو والديكور جميل وينفع قوي للعزايم، وكمان عندهم قاعدة جوه وقاعدة بره. اول ما بتقعدوا بيقدموا الويلكم درينك عصير وسلة العيش، عيش محمص وعيش عادي. وده الاكل اللي طلبناه. طبعا تومية رقم 1 لازم بطلبها مع السي فود، وشوربة السي فود المخلية بتاعتهم حلوة قوي. ووصلنا لنهاية الفيديو في افكار ازاي تقضوا يوم ظريف مع الولاد وهم اجازة من غير ما تطلعوا برا القاهرة. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، واشوفكم قريب. باي باي.